ونيجي بقى لسرطان الثدي المبكر. ايه هو سرطان الثدي المبكر؟ ده المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من سرطان الثدي. احنا كنا اتكلمنا في فيديو قبل كده عن مرحلة صفر اللي هي مرحلة ما قبل التحول، ونيجي بقى للسرطان الثدي المبكر اللي هو المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. وده بيبقى عندي فيه الورم صغير والغدد الليمفاوية يا إما مش مصابة يا إما مصابة بطريقة بسيطة. لو الورم صغير أقل من 2 سم ومفيش غدد ليمفاوية ده بنسميه المرحلة الأولى. ولو الورم من 2 سم ل 5 سم والغدد الليمفاوية يا إما مش مصابة يا إما فيها إصابات بسيطة جدا ده بنسميه المرحلة الثانية. وفي المراحل ديت ممكن يبقى الورم مش محسوس، ممكن نكتشفه بالصدفة عن طريق الأشعة وبعدين نعمل عينة ونكتشف وجود الورم. ومش بنحتاج في النوع دوت إن احنا نعمل أشعة مقطعية على الجسم كله أو مسح ذري عشان نشوف فيه انتشار أو لأ، لأنه مش وارد إنه مرض يبقى في المرحلة البدري ديت ويبقى عامل انتشارات. وكمان مش ممكن نحتاج في المرحلة دي يقتصر العلاج على الجراحة وتحليل وعلاج الهرمونات والإشعاع، وممكن ما نحتاجش لعلاج كيميائي في المراحل الأولى خالص للمرض دوت. نسب الشفاء فيه بتبقى عالية، بتتراوح من 88% ل 98% على حسب المرحلة، وإذا كانت مرحلة درجة بدري أو درجة متأخرة، لأن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية فيها عدة درجات على حسب حجم الورم وكمية الغدد الليمفاوية المصابة. الاكتشاف في المرحلة البدري بيخلينا نعالج أسهل، بيخلينا نسبة الشفاء تبقى أعلى ونسبة الارتجاع بنبقى أقل. عشان كده دايما بنقول يا جماعة لازم نعمل فحص دوري ونعمل كشف مبكر بالأشعة المطلوبة اللازمة على حسب سننا عشان نقدر نحدد وجود مرض أو لأ في مراحل مبكرة ونستفاد بجودة العلاج في المراحل ديت، لأن الاستفادة بتبقى أكبر ونسب الشفاء العالية في المراحل المبكرة. سرطان الثدي موضوع مهم جدا ومنتشر جدا بين السيدات، لازم نبقى عندنا عنه معلومات كافية وتوعية بطريقة صحيحة من حد متخصص عشان نقدر نتعامل معاه صح. كان معاكم دكتورة سارة زيتون، استشاري جراحات أورام الثدي التجميلية. ما تنسوش تتابعونا عشان نعرف أكتر عن أورام الثدي.